الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من حياتنا، وهي يمتد تأثيرها ليشمل جميع جوانب حياتنا اليومية، تلعب دور أساسي في شكل حياتنا وكيفية تعاملنا مع العالم الخارجي. ومن هنا بنقول مفهوم الصحة النفسية، وهو الشعور بالرضا والتوازن النفسي والعاطفي، وقدرة الفرد على التعامل مع البيئة الخارجية. في عدة قضايا بتأثر على صحتنا النفسية زي الاكتئاب وهو اضطراب نفسي ممكن أن يصيب أي شخص في أي وقت من الأوقات. وعشان نعرف أكتر عن الاكتئاب استعنا بأهل العلم، ومعايا ضيفة الحلقة دكتورة لميا الخليفة، دكتوراه في الصحة النفسية، استشاري أسري وتربوي، لايف كوتش معتمد، ومؤسس مبادرة يلا نفسي للتوعية النفسية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التطوير العربي للاستشارات والتدريب والتنمية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. عايزين نعرف أكتر عن مرض الاكتئاب. يعني كلنا طبعا بنمر بضغوط بسبب الحياة، هل ده يعتبر مرض؟ خلينا الأول نقول إيه هو الاكتئاب، وبعدين إحنا نشوف إمتى نقول إن هو مرض ولا لأ. الاكتئاب بطريقة بسيطة جدا هو عبارة عن الإحساس بالشعور بالحزن الشديد قوي، أو المزاج المتقلب السيء شديد قوي، بينتج عندها أعراض جسمانية شديدة بشكل بسيط خالص. امتى نقول بقى ان الشخص اللي قدامنا ده عنده اكتئاب؟ لو اكيد الاكتئاب زي اي مرض ليه اعراض، فلو ان الشخص ده جايله اعراض الاكتئاب بعدد اعراض محددة لمدة اسبوعين متواصلين، نقدر نقول ان الشخص ده ان هو ممكن يكون عنده اكتئاب، ويتجه بعد كده لازم المعالج ان هو يعالج موضوع الاكتئاب. لكن لو هو دلوقتي حصل له موقف معين أثر عليه وضغط عليه، فتعرض لبعض الضغوط البسيطة فجاله بعض أعراض الاكتئاب مش بشكل متواصل، بقت تروح وتيجي، لا يبقى هو كده مش مريض اكتئاب. ده معنى كده ان احنا الاكتئاب ممكن نتعرض له من موقف بيزول مع زوال يعني بيبقى عرض بيزول مع زوال الموقف. يعني هو تعرض لموقف شديد مثلا فجاله اتضايق او تعب شويه وخلاص راح جاله اعراض من اعراض الاكتئاب بس مش بشكل متواصل. الاساس ان يبقى مريض اكتئاب ان هو يبقى بشكل متواصل لمده اسبوعين بنفس على الاقل 5 اعراض من اعراض الاكتئاب. طب عايزين نعرف ايه هي اعراض الاكتئاب؟ تمام. لو جينا نتكلم على اول عرض من اعراض الاكتئاب، اول عرض خالص اللي هو depressed mood، اللي هو المزاج المضطرب. بعد كده كمان ممكن نقول نختصر كلمة، هي جملة من اعراض الاكتئاب كل حرف فيها بيبقى عرض من اعراض الاكتئاب، اللي هي سايجت كابس. كل حرف من الكلمة دي احنا بنسميها كلمة مفتاح. كل حرف منها بيبقى عرض من اعراض الاكتئاب. اول حرف اللي هو الاس سليب، ده اللي هو النوم المضطرب. النوم ده هو مفتاح الصحة النفسية. الاي انترست، ده الاهتمام، هو فاقد للاهتمام بكل شيء في حياته. حتى بنسميها احنا كمعالجين في النقطة دي بالذات، اللي هو بيسموها مرحلة انهيدونيا، اللي هي بنفس المصطلح ده، اللي هو ايه الدنيا اللي انا عايشها دي يعني. بعد كده الجي اللي هو الجلد، اللي هو دايما يعني لوم الذات، او دايما حاسس ان هو بالذنب، او حاسس ان هو السبب في كل المشاكل اللي بتحصل. تمام. الاي دي الانرجي هنا الطاقة، هو فاقد للطاقة تماما، هو اوريدي ما بيبقاش عنده طاقة اصلا، ولو موجودة بتبقى ضعيفة جدا. بعد كده كابس بقى السي اللي هي سنتوفيت، اللي هو التركيز، بيبقى فقد التركيز، بيحصل له مشاكل في التركيز نتيجة ان هو بيقل افراز مادة السيروتونين اللي بتبقى بتفرز من الدماغ، فده بيعمل له حالة من المشاكل في التركيز دايما. الايه اللي هي ابيتايت، اللي هي مشاكل اضطراب الاكل، سواء بقى فقد للشهية او نهم في الأكل. يعني ياكل زيادة عن اللزوم يا ما ياكلش. اضطراب، ده اسمه اضطراب الاكل. ده بيحصل مع كتير جدا، بيبقى يا اما هو فاقد للشهية، يا اما عنده نهم للاكل كبير جدا. بعد كده تباطؤ الحركة، ما بيبقاش عنده قدرة على الحركة تماما. تلاحظي ان اللي عنده اكتئاب بيتقوقع بقى جوه البيت،
ويقعد وهو خلاص هو كده تمام، انا كده تمام، انا مش عايز اخرج من البيت. اخر عرض خالص اللي هو سويسايد، اللي هو الانتحار. ده اصعب عرض في الاكتئاب، واخر عرض اللي هو السوسايد اللي هو الانتحار. انا كده هسأل حضرتك، ممكن الاكتئاب يخلي الشخص ينتحر، بيؤدي للانتحار؟ هقول لك حاجه هي ممكن تبقى مقلقه شويه، اللي هو بنسبه 5% من اللي بيعانوا من الاكتئاب بينتحروا، ودي نسبه كبيره على فكره مش قليله. بس موضوع الانتحار برضو مش بالسهوله دي. هو بياخد الانتحار بياخد تقريبا 7 مراحل عشان المريض يوصل لمرحله انه ينفذ الانتحار، فما بيبقاش بالسهوله دي. وكمان الاكتئاب بيبقى ليه اسباب. يعني ليه هو بيظهر، ليه هو بيجي اصلا؟ بيجي بسبب عوامل اعراضه. يعني ايه اللي ممكن يخلي الشخص يسيبه الاكتئاب؟ بالظبط. اول حاجه عوامل مهيئه في الاول، ان دي ممكن تكون لاسباب وراثيه، جينات وكده. دي ممكن تبقى موجوده. وممكن بقى اللي هي عوامل ممكن تكون داخليه، بمعنى ان انا الجسم بيفرز هرمونات معينه لو نقصت ممكن ده يجيب اكتئاب. زي ايه؟ زي هرمون السيروتونين وهرمون الدوبامين وهرمون النور ادرينالين. ال3 هرمونات دول لو بدأوا افرازهم في الجسم يقل، بيبتدي يحس الشخص ان هم مسؤولين عن السعاده اصلا، فتحسي ان هم ده بيأثر جامد علينا، ويبتدي ان هو يعني لو حصل خلل فيهم ممكن يأثر. أكيد. طيب الدكتور لميا، ايه طرق العلاج، او يعني ايه الخطوات اللي بناخدها عشان نطلع من الاكتئاب ونتعالج منه؟ طيب هقول لحضرتك على حاجه. اكيد في مضادات اكتئاب موجوده بناخدها، وعقاقير كتير وادويه كتير للاكتئاب. بس احنا كمعالجين نفسيين احنا بنحب دايما ان احنا ما نلجأ لطرق العلاج بتاعتنا كمعالج نفسي بطرق بسيطه وخطه علاجيه نمشي عليها. ده يكون افضل كتير جدا من ان احنا نلجأ للعقاقير، لان كل مرض نفسي ليه نسبه. يعني هو على نسب، مش بيبقى طالما انا حاسس باكتئاب يبقى اخد 1 2 3. لا، مش لازم ده اللي يبقى يحصل. كمان في احنا ممكن واحنا بنتكلم دلوقتي لما قلنا ليه اسباب ظهور الاكتئاب وكده، احنا عرفنا من اهم الاسباب ان احنا عندنا هرمونات بتقل من الجسم بتاعنا بسبب ان احنا الهرمون ده بيقل افرازه، فبنبتدي نتأثر بالاكتئاب. طيب احنا ليه ما نحاولش ان احنا ناخد ده من الطبيعة بتاعتنا، من اكلنا في شربنا؟ ان احنا الاعراض الاكتئاب بتاعتنا كان النوم، احنا هننظم نومنا، هنبتدي ان احنا ناخد من اكلنا الطبيعي الحاجات اللي فيها اللي تعزز الهرمونات دي عندنا. زي ايه؟ زي مثلا احنا لو جينا نتكلم عن الشوكولاتة الغامقة مثلا، دي بنسميها احنا هرمون السعادة. دي بجد؟ دي يعني قولي كل شوكولاتة هتبقى زي بس الدارك اللي هي الغامقة مش العادية. دي خدي كده لما تحسي ان انت بس قاعدة مودك مش حلو، مش عندك اكتئاب يعني مودك مش حلو، خدي بس قطعتين شوكولات من اللي هي الدارك دي، شوفي انت هتحسي بايه. شوية هتلاقي نفسك مبسوطة من غير حاجة كده يعني. ايوه لا وكمان المكسرات بجميع انواعها، بس على رأسها بقى عين الجمل. دي كمان يعني لو خدنا يعني قبضة ايدنا كده مقفولة، لو خدناها كده بشكل ممكن يكون يومي او يوم عن يوم، دي هتفرق جدا جدا. كمان الشوفان رائع. كمان في التمر كمان حلو جدا. الألبان بجميع انواعها برضو. البيض برضو نفس الحكايه. احنا لو ظبطنا ان احنا عززنا الهرمونات بتاعتنا كده، ان احنا بطبيعه الاكل الطبيعي جدا مع انتظامنا في النوم، مع ان احنا نحاول نحافظ في المحيط بتاعنا، ان احنا لو حسينا باي حاجه ولو بسيطه ما نستناش لما الموضوع يكبر ونبتدي نلجأ لمعالج نفسي الاول ونحاول نظبط الدنيا هتبقى احسن بكتير. ما نستناش لما كل حاجة تكبر وبعد كده نلجأ بقى نقول ايه، لا ده الدنيا باظت خالص مننا. في ناس بتبقى يعني كتومة، يعني اللي هو حصل لي موقف لا تقعد تخزن في نفسها وكده، فدي برضو بيظهر عليها اعراض. ما هو ده بقى البرامج اللي زيكم بقى كده ده بيعمل وعي للناس. انا دلوقتي لما اروح اسمع برنامج زي ده واقعد ان انا ابقى عارف يعني ايه مرض نفسي، يعني ايه اكتئاب،
ايه اعراضه. لما اعرف الاعراض وانا بتفرج على البرنامج، طب انا اوكي انا شايف ان انا عندي 1 2 3 من الاعراض، ابتدي ياخد باله، فابتدي اخد بالي. فالوعي مهم جدا، وده اللي احنا بنعمله في حاجات كتير زي المبادره بتاعتنا في يلا نفسي، ومعانا مجموعه من الدكاتره ممتازين. ده هدفها الاساسي، ازاي ان احنا ننشر الوعي عن التوعيه النفسيه، وشعارنا فيها خليها وقايه قبل ما تبقى علاج. حلو قوي. طيب يا دكتور لمياء، مريض الاكتئاب تنصحيه يروح لمعالج نفسي ولا لطبيب نفسي؟ بصي حضرتك، احنا لما بيجي لنا حاله لازم الاول نعمل لها دراسه حاله الاول، ونشوف الموضوع واصل لغايه فين. لو انا كمعالج نفسي هفيد الحاله وهقدر ان انا اجيب معاها النتيجه اللي هو المرضيه اللي انا ابقى راضيه عنها، ده بيبقى تمام جدا وبكمل شغلي عليه عادي جدا. لو حسيت ان الحاله مستدعيه طبيب نفسي يكتب علاج كيميكال، لا بيتحول على طول لطبيب نفسي فورا. في نهايه الحلقه اشكر الدكتوره لمياء الخليفه، دكتوراه في الصحه النفسيه، استشاري اسري وتربوي، لايف كوتش معتمد، مؤسس مبادره يلا نفسي للتوعيه النفسيه، ورئيس مجلس اداره مؤسسه التطوير العربي للاستشارات والتدريب والتنميه. والى اللقاء في حلقه قادمه.